بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبنا طلاب ثانويه عامه 2025، معاكم مستر وليد قنديل. زي ما اتفقنا شعارنا في الكيمياء بنلم الكيمياء فين؟ في منديل مع ان شاء الله. النهارده هنبدا في الهيدروكربونات الحلقيه المشبعه. لو رجعنا كده بس كده شويه قلنا تعريفها هي هيدروكربونات حلقيه، يعني معناها مقفولة السلسلة. حلقة يعني أقل حاجة في الكربون فيها 3. خدنا أمثلة، قلنا ده كده اسمه بروبان حلقي. اسمه إيه؟ بروبان حلقي. بروبان حلقي أو سايكلو بروبان. طيب تاني واحد قلنا كده مربع اسمه بيوتان حلقي او سايكلو بيوتان. اللي بعد كده قلنا مثال اهو كمان 5 اهو كربون اسمه بنتان حلقي او سايكلو بنتان. سايكلو ايه؟ بنتان. وعندنا مثال كمان ادي 6 كربون اسمه هكسان حلقي او سايكلو هكسان. طيب دي صيغه بنائيه ولا جزئيه؟ طبعا دي صيغه ايه؟ بنائيه. بس قلنا الصيغه الجزئيه بتاعتها هي CN H2N، يعني الهيدروجين ضعف الكربون. ودي شبه مين بقى؟ شبه الالكين. شبه الايه؟ الالكين. والالكين برضو CnH2n. ولذلك ما ينفعش اميز ما بين الكان حلقي والكين عادي بالصيغه الجزئيه، بالصيغه الجزئيه. ليه بقى؟ يعني مثلا لو طالب قال لك C3H6 يمشي يا مستر؟ ما اعرفش. ممكن يمشي بروبين ويمشي بروبان حلقي. يعني يمشي كده بروبين اهو، بروبين عادي خالص اهو، بروبين او بروبان حلقي. لو طالب قال لي C4H8 يمشي يا مستر؟ الرد ما اعرفش. كذا حاجه تنفع، لان ينفع يكون كده اسمه 1 بيوتين، وينفع يبقى كده اسمه 2 بيوتين، وينفع يبقى كده 2 ميثايل بروبين، 2 ميثايل بروبين، وينفع يبقى المربع ده فيسمى بيوتان حلقي، وينفع كمان مثلث خارج منه سي اسمها ميثايل سايكل بروبان. اذا هنا لما تقول لي C4H8 هو ايه؟ الرد ما ينفعش اقول كده، لان في كذا احتمال. كذا ايه؟ احتمال. عشان كده التمييز ما بين الالكان الحلقي والالكين لازم بالصيغه البنائيه مش الصيغه الجزئيه. طيب في حته مهمه جدا جدا هنا، ايه هي؟ البروبان الحلقي الزمن الروابط عنده 60 درجه، بين السي والسي 60 درجه. البيوتان الحلقي الزاويه دي 90 درجه. البنتان الحلقي الزمن الروابط تقريبا 108. والاكسان الحلقي حوالي 120. 120. لكن لو انت جبت اي الكان عادي وبصيت على الزمن الروابط بتلاقيها عامله ازاي؟ جميع الكائنات العاديه الزمن الكربون 109.5. كم؟ يعني البروبان العادي مش كده، مش 1 2 3، لا مش كده. ده سي وسي الزاويه ده اهي 109.5. ده البروبان العادي. البيوتان العادي مش 4 سي كده ورا بعض، لا امال ايه؟ كده سي وسي 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 والزاويه برضو 109.5 وهكذا. بيبان لك ان هي مستقيمه، بس في الاخر كام؟ 100 وكام؟ 9.5. سواء بقى بروبان عادي، بيوتان عادي، بنتان عادي، كله كده نفس الفكره. طب ايه الزاويه بتفرق في حاجه؟ قال لك اما يكون الزاويه بين الروابط صغيره زي كده،
بيبقى التداخل بين الاوربيتالات الذريه السي والسي ده اهي تداخل ضعيف، فالرابطه بتبقى ضعيفه، يا سيجما بس ضعيفه، كسرها سهل. طالما كسرها سهل يبقى نشاط المركب يبقى عالي، يبقى ايه؟ عالي. لكن يكون الزاويه تقترب من كام؟ من 9.5، زاويه كبيره. ايه التداخل بين الكربون دي والكربون اهي، او ما بين الرابطه دي والرابطه دي، او بين الاوربيتال ده وده، تداخل كبير. تداخل ايه؟ فبتبقى الرابطه دي قويه ودي قويه، فكسرها بيبقى صعب، فالنشاط الكيميائي بيقل شويه. عاوز ثلاثه كده يقولي، ثلاثه يقولي. تعالوا كده معايا. تخيل مثلا ان انت كربون، ارجع ورا شويه كده. انت كربون وانا كربون ودول هيدروجين، اوكي؟ اعمل بقى كده، امسك كده، امسك دي، وادي دول ماسكين في بعض بزاويه صغيره، وانا كربون، عاوز اوصل للكربونه دي. انا عشان اوصل دي في صعوبه، لان دول قافلين عليها الزاويه، في صعوبه. فالتداخل بيني وبينه تداخل ضعيف، يبقى ربط كسرها سهل. لكن لو دول عاملين زاويه كبيره كده، وانا كربون وده كربون، وحصل بيننا تداخل رابطه اهو، تداخل قوي، رابطه كسرها صعب. اتفضلوا. ده معناه ان الزاويه بتقل، التداخل بيبقى ضعيف، رابطه كسرها سهل، النشاط بيعلى. اما الزاويه اللي بتكون كبيره، بالتحديد 100 وكام؟ 9.5، التداخل بين الارتباط بيبقى قوي، رابطه قويه، كسرها صعب. اذا مين انشط؟ بروبان حلقي ولا بروبان عادي؟ اكيد حلقي. بيوتان حلقي ولا بيوتان عادي؟ بيوتان حلقي. بنتان حلقي ولا بنتان اهو، ولا بنتان عادي اللي هو ده؟ لا، دي 109.5، يبقى دي اقل نشاط من دي، او دي انشط من دي. اوكي؟ طيب سؤال بقى، لو انا دلوقتي بيقول لي علل البروبان الحلقي انشط من البروبان المستقيم، او علل البروبان الحلقي يشتعل في الهواء اما العادي لا يشتعل، اقول ليه؟ في الحلقي الزاويه 60 درجه، يبقى التداخل بين الاوربيتالات تداخل قوي، يبقى ربط كسرها صعب. اما في البروبان العادي الزاويه 109.5، تداخل كبير جدا، ربطه قويه جدا، كسرها صعب. طيب ايوه انشط كي بيعمل على كده، بروبان حلقي ولا بيوتان حلقي؟ 60 ولا 90؟ طبعا 60. بروبان حلقي انشط من بيوتان حلقي. طب بيوتان حلقي انشط ولا بنتان حلقي؟ يعني 90 ولا 108؟ 90 طبعا انشط. طيب 108 انشط ولا 109 انشط؟ 108. تمام. طيب سؤال بقى، الزاويه دي كبيره صغيره؟ كبيره شويه، ودي برضو ايه؟ كبيره. يبقى دول مركبين نشطين ولا مستقرين؟ يعني يتصالوا بسهوله ولا بصعوبه؟ ها؟ مركبات مستقره. ليه؟ الزاويه بتاعتهم كبيره، تقترب من كام؟ 109.5، وبالتالي تداخل كبير، كسر الرابطه بيبقى صعب، بيبقى ايه؟ اذا انشط حاجه بروبان حلقي، ثم بيوتان حلقي، ثم بنتان حلقي، ثم هكسان ايه؟ حلقي. بعد كده تخش بقى على الالكان العادي خالص. يبقى لو جه في الامتحان مثلا سؤال كده وادالك بيوتان حلقي وادالك بيوتان عادي وبروبان حلقي وبنتان حلقي، وقال لك رتبهم ترتيب تصاعدي حسب النشاط، حسب الايه؟ النشاط. بص على الزاويه، الزاويه الصغيره نشاط كبير، الزاويه علاقه بينها وبين النشاط علاقه عكسيه، زاويه صغيره نشاط كبير، زاويه كبيره نشاط ايه؟ صغير. فلو الزاويه صغرت النشاط هيزيد، الزاويه زادت النشاط ايه؟ هيقل. اذا اقل حاجه في النشاط، هو اكبر زاويه، اكبر ايه؟ يبقى ده اقل نشاط. واحد بيوتان عادي،
يليه الزاويه دي يبقى بنتان حلقي. يليه الزاويه دي اللي هي 90 يبقى بيوتان حلقي. وانشط حاجه بروبان حلقي او سايكلو بروبان. اوكي طيب ازاي بقى نسمي مشتقاتها؟ يعني ده كده بروبان حلقي. اوكي عاوز اسمي مشتق له خرج منه كلور. خد بالك ان في هنا اتشين وفي هنا اتشين وفي هنا اتشين صح مش مكتوبين. لو شلت اتش من هنا وحطيت مكانها سي ال برضه عليه سايكلو بروبان عليه بقى اسمه 1 كلورو سايكلو بروبان. اسمه ايه؟ 1 كلورو سايكلو بروبان. طب كمان كلور اهي هو عليه 1 1 1 1 ثنائي كلورو سايكلو بروبان. طيب لو كده مثلا دي رقم 1 بيسمى ايه بقى؟ ميثايل سايكلو بروبان. اسمه ايه؟ ميثايل سايكلو بروبان. طب كده مثلا هنا بروم يسمى ايه؟ 1 برومو سايكلو بيوتان. سايكلو ايه؟ بيوتان. طب كده مثلا سي2 5 ايثايل اهي يبقى اسمها 1 ايثايل سايكلو بنتان. اسمه ايه؟ 1 ايثايل سايكلو بنتان. طب خرج يا مستر حاجتين عادي جدا اهو يا باشا. ادي ميثايل وادي كمان ميثايل عادي زي ما كنا بنركب الالكان العادي خالص. وادي 1 ادي 2 او 1 2 ما تفرقش ها. يبقى اسمه 1 2 ثنائي ميثايل سايكلو بنتان. اسمه ايه؟ 1 2 ثنائي ميثايل سايكلو بنتان. طب لو اختلفوا برضه عادي جدا اهو. ادي ميثايل وادي ايثايل. لو جينا في المجموع الارقام بص ادي 1 2 3 من هنا 1 2 3 تفرق؟ مش هتفرق. لكن دي حرف الاي وده حرف الام. اركب من اي ولا ام؟ اي. يبقى 1 2 3 انطقوا بقى ازاي ها؟ 1 ايثايل 1 3 ميثايل سايكلو بنتان. تاني 1 ايثايل 3 ميثايل سايكلو بنتان. مثال اخر ده كده بيوتان حلقي او سايكلو بيوتان. لو انا عملت كده يا باشا حطيت هنا ميثايل وهنا بروم وهنا كلور ادي 3 فروع 3 فروع. طيب 3 فروع عاوز اسمي هنا ابدا من عند البروم ولا من عند الكلور؟ بروم ولا كلور؟ بي ولا سي؟ اكيد بي. يبقى 1 2 3 سمي بقى بجدي. 1 برومو 3 كلورو 2 ميثايل سايكلو بيوتان. تاني ها 1 برومو 3 كلورو 2 ميثايل سايكلو بيوتان. عادي جدا زي بنسمي الالكان العادي سمي الالكان الحلقي. فكره واحده خالص مش فكره فيها. طيب لو جينا مثلا قلنا كده ده كده يسمى ايه؟ هكسان حلقي. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ هكسان حلقي. لو حطينا كلور نسميه بقى 1 كلورو هكسان حلقي. اسمه ايه؟ 1 كلورو هكسان. طب هو كان سي 6 اتش 12 اتشال اتش ودخلها سي ال مكانها. يبقى الصيغه عامله ازاي؟ سي 6 اتش بقى 11 سي ال. ها سي كام ها؟ سي 6 اتش 11 سي ال. طيب السؤال بقى اللي بيفهم لما اعمل كده مثلا واعمل سي اتش 3 سي اتش 2 واجي اسالك سؤال هنا كام مجموعه ميثايل هنا سي 2 اتش 5 هنا اهو اسف خليها 2 اتش 5 وكام مجموعه ميثيلين. الاول ميثايل مقصود بايه؟ ميثايل يعني سي اتش 3 انا عاوز سي اتش 3 وميثيلين يعني سي اتش 2 انا عاوز اعرف كام سي اتش 3 وكام سي اتش 2. نشوف كده مع بعض. خد بالك هنا في سي خارج منها اتشين هنا في سي خارج منها اتشين سي خارج منها اتشين سي خارج منها ايه؟ اتشين. هنا في سي خارج منها اتش واحده بس ودي طبعا لو فكيت فكيتها لو دي جيت فكيتها كده اهو بالراحه كده جينا فكيناها كده اهو
كده هنلاقيها CH2CH3. تعالى نعد كده مع بعض كم مجموعة ميثايل CH3. ادي واحدة، ادي الثانية، 2 ميثايل. طب كم ميثيلين؟ ادي واحدة، ادي الثانية، ادي الثالثة، ادي الرابعة، ادي الخامسة اهي. خمسة اهي. ده 1 2 3 4 5. مثال كمان بقى بسرعة كده بنفهم. عملت حلقة كده وقمت حاطط اهو بي ار، وهنا سي ال، وهنا بي ار، وهنا سي 3 اتش 7. يلا سلام حد حوش. وقلت هنا سي اتش 3 وسالت كام ميثايل وكام ميثيلين مع بعض وبهدوء. هنا سي خارج منها اتشين، سي خارج منها اتشين، هنا السي خارج منها اتش واحده، اتش واحده، وهنا برضه خارج منها اتش واحده، ودي اتش واحده لسه هنا، ودي خلاص. اوكي، عاوزين نفك دي كده مع بعض. نفك دي اهي، نفك دي كده مع بعض، تبقى كده اهو CH2 CH2 في الاخر CH3. نجيب بقى السؤال، كام مجموعه ميثايل؟ ادي واحده اهي في الطرف، ثانيه 2 ميثايل. طب كام ميثيلين؟ ادي واحده، ادي الثانيه، ادي الثالثه، ادي الرابعه. اذا الموضوع مش حفظ ولا حاجه، انت بتفك وتشوف وتعد كام ميثايل وكام ميثيلين. اوكي؟ طيب ده كده يعتبر هيدرو كربونات حلقيه مشبعه. مشبعه، تمام؟ طب حد يقول لي مثلا ايه يا مستر؟ اقول له نعم، لو هي حلقه كده وحطيت رابطه، ده اسمه ايه؟ هو مش علينا بس شغل بالنا شويه. هو لما كان كده لوحده كان اسمه سايكلو هيكسان. هو شال اتشين وحط رابطه باي، يعني بقى الكين، ما بقاش بقى هيكسان، فيسمى ايه بقى؟ سايكلو هيكسين. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ حد نفهم كده مع بعض. تعالى ندي كده مع بعض كام مجموعه ميثيلين هنا. ميثيلين يعني CH2، وكام مجموعه ميثيلين هنا. طبعا هنا خدوا بالكم معايا، اتشين همك، اتشين 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 اتشين. يبقى كام ميثيلين؟ ادي واحده 2 3 4 5 6. 6 ميثيلين. طب بص كده فوق، كام ميثيلين؟ ادي واحده CH2، ودي كمان CH2، ودي كمان CH2، وهنا في CH2 هنا اهو كمان واحده هنا. طيب دي اتش واحد، خدوا بالكم عشان الروابط، اتش ايه واحده. يبقى اجي اعد الروابط، اما اعد كام CH2 هنلاقي ادي واحده، ادي الثانيه، ادي الثالثه، والرابعه مش باينه قوي، ودول لا طبعا. يبقى 4 CH2، 4 CH2، 4 ميثيلين. خدوا بالكم لحد ما بيفهم. اذا الدخول باي بيشيل كام اتش؟ اتشين. شيل ايه؟ اتش من فوق واتش من تحت. فبالتالي بدل ما كانوا 6 ايثيلين، 6 ميثيلين، 6 CH2، بقوا 4 بس. اوكي كده احنا خلصنا الهيدرو كربونات الايه؟ الحلقيه. ان شاء الله المره الجايه هنشتغل في الهيدرو كربونات الحلقيه الغير مشبعه او الاروماتيه. شكرا.